الفيديو ده هيكون علامة مميزة في تاريخ اليوتيوب، وانا مش ببالغ. لا مش بس ان انت قاعد مركز، لا دي اعلى حالة تركيز، ان جوه في معلومات قوية وسرية انا وصلت لها اساسا بصعوبة. تقول لي ايه ده؟ هو ده السر؟ فيديو النهارده اقول لك على اخطر اسلوب بيستخدمه قوات النيفي سيلز عشان يدخلوا في اعلى حاله تركيز ممكنه. اللي ما يعرفش منكم مين هم قوات النيفي سيلز، فهم وحده بحريه امريكيه مدربين على اعلى مستوى محاربه الارهاب في العالم كله. حرفيا ربنا يستر عليا بعد الفيديو ده. الفيديو ده هيكون علامه مميزه في تاريخ اليوتيوب، وانا مش ببالغ. لا ان جوه في معلومات قويه وسريه انا وصلت لها اساسا بصعوبه. مش عايزين نتكلم كتير، يلا بينا على الفيديو. معظمنا كده بيجي له وقت بينسى نفسه وبينسى كل اللي حواليه وهو قاعد بيشتغل. لا ومش بس كده، ده كمان بيكون مبسوط في الحاجه اللي هو بيعملها. الحلقه اللي بقولها لك دي اسمها الفلو او التدفق. حرفيا دي اعلى حاله تركيز ممكنه. مش بس ان انت قاعد مركز، لا دي اعلى حاله تركيز، ليفل الوحش حرفيا. معظمنا بيحصل معاه الكلام ده كل فتره، ممكن مره واحده ولا حاجه، وبيكون بشكل لا ارادي ومش بايدينا. وكذلك برضو قوات النيفي سيلز بيوصلوا لنفس الحاله دي، ولكن الفرق الوحيد بيننا وبينهم ان هم بيوصلوا للحاله دي بايديهم. لا ومش بس مره واحده، ده كل يوم. برضو معظم رجال الاعمال الكبار بيعملوا الحوار ده، وعارفين كلهم بيطلعوا يقولوا لك انت لازم تركز وانت لازم تخش في اعلى حاله تركيز وتبدع والكلام ده، بس ما حدش بيقول لك ازاي. انا النهارده جبت لك سر من اسرار قوات النيفي سيلز، واللي حرفيا تعبت جدا عشان اوصل له. وانا بصراحه عملت كده عشان بحبك وعايز اساعدك بكل اللي اعرفه. فعايزك تنزل دلوقتي تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا على طول على الاسرار. الموضوع ده بقى سهل خالص. انت بتاخد نفس عميق في 4 ثواني، وبعد كده بتحبسه في 4 كمان، وتروح مطلعه في 4. هكرر لك تاني: تاخد نفس في 4 ثواني، تكتمه في 4، تطلع في 4. هتعمل الحوار ده من 5 ل 10 مرات. تقول لي ايه ده؟ هو ده السر؟ اقول لك استنى بس هفهمك ايه فايده الموضوع ده. الموضوع ده بيهدي جهازك العصبي، بيوازن من الادرينالين والكوليسترول في الجسم، وده اللي بيخلي عقلك يدخل في حاله الفلو او التدفق دي. بس اللي انا قلت لك ده مش كفايه خالص، في حاجه تانية اضافيه بتتعمل هنا بقى. هو السر كله. كل اللي بيعملوه في النقطه دي انهم بيحددوا نقطه معينه ثابته، ويخلوا كل القوات تركز عليها من غير ما يحسوا باي تعب في عينهم او باي مجهود. يعني لازم النقطه دي وانت بتعملها تكون عينك مرتاحه ومفيش اي تعب عليك. العقل هنا بيخش في حاله تدفق عاليه جدا، لان عقلك بيجهل اي منطقه حوالين النقطه اللي هو ركز عليها دي وبيعتبرها مش مهمه. بس طبعا مش هضحك عليك، في خطوات بيوصوا بيها جدا عشان تكون مركز 100%. والخطوات دي بسيطه، زي انك مثلا تبدا بحاجه صغيره في بدايه الشغل. يعني ما تدخلش على اتقل حاجه في الشغل عندك او اقوى حاجه، لا انت تبدا على الحاجات الصغيره اللي هتاخد منك 5 10 دقائق، ربع ساعه بكبيرك قوي. ساعتها عقلك بيندمج جوه الشغل اكتر. كل ما الدنيا بتصعب بيبقى الموضوع بالنسبه له عامل زي ليفل الالعاب، كل ما بيخش اكتر كل ما الليفل بتاعه بيعلى اكتر، وبالتالي بيحس بانبساط واندماج جامد. خطوه تانية برضو انك تبعد عن اي مشتت زي التليفون، الكلام الكتير حواليك. لو في مثلا حد قاعد حواليك عمال يتكلم، او في مجموعه قاعده بتتكلم وانت عايز تركز دلوقتي، قوم فورا من جنبهم. او اي ضوضاء حواليك، او انك تشتغل جنب حتى السرير. موضوع تشتغل جنب السرير ده هيضيعك قسما بالله عن تجربه. فين السرير بيطلع طاقه كده يخليك عايز تنام، مع انك ممكن تكون فايق جدا، بس هو بيرمي عليك طاقه كده اللي هو انت لازم تنام دلوقتي. وده لما انا قريت فيه اكتر عرفت ان هو عشان عقلك مرتبط بالسرير ان هو ده بتاع النوم، والاوضه دي عارف ان هي بتاعت النوم. فبالتالي لما انت بتخش الاوضه دي مش مقتنع هو خالص عقلك ان ده ممكن تذاكر فيه، او ان انت تراجع فيه، او ان انت تشتغل فيه وهكذا. هو عقلك عارف الاوضه دي بتاعت النوم وبس. كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي هتخليك متكاسل ومش قادر تعمل اي حاجه ومش مركز، وهتخرجك برضو بسرعه من حاله الفلو اللي احنا اصلا بنقعد تقريبا بتاع 10 دقايق ربع ساعه عشان ندخلها، فهتطلع منها كده حرفيا. برضو من الخطوات اللي بيوصوا بيها قبل ما تبدا اي شغل، لازم تحدد هدفك منه. زي مثلا هقرا الكتاب الفلاني عشان اتعلم كذا، او مثلا هشتغل الشغلانه الفلانيه عشان اطلع منها فلوس كذا، انا مثلا هشتغل على الحاجه دي دلوقتي عشان هتطور فيها، وهكذا بقى. لازم قبل ما تعمل اي حاجه تكون حاطط هدف من الحاجه دي. طبعا احنا بنعمل الحوار ده عشان كل لما نتشتت نرجع لنفس النقطه، وهو هدفنا ايه من الحاجه اللي بنعملها، فبالتالي نستمر في الشغل. اظن مروق عليك جامد وقلت لك معلومات ما حدش قالها لك قبل كده. بس لو لسه عندك مشكله في الحاجات دي وعايز تطور كل جوانب حياتك زي فلوس، لبس، ثقه بالنفس، شكل وصحه، سيب لك تحت لينك الجروب الواتساب السري. هناك بشارك معاك كل الحاجات دي. بصراحه هناك في الجروب ده في اسرار انا ما بقولهاش في الفيديوهات، وبرضه بيبقى ليك الاولويه انك تسالني اي سؤال عندك. والسؤال ده مش هيبقى مجرد كتابه هتسالهوني، لا ده هنعمل فيديو كول، مش هخرج بالفيديو كول الا وانت حلل مشكلتك. كل الكلام اللي انا بقوله لك ده بعمله بشكل مجاني تماما. انا حرفيا مش عارف هتلاقي كل الكلام ده فين، بس انا من البدايه قلت لك انا بعمل كده عشان بحبك وعشان عايزك تتطور فعلا وبسرعه. فلو فعلا عايز تخلي حياتك احسن خش على الجروب دلوقتي، انا مستنيك جوه. وبس كده يا سيدي، ده اللي كان عندي اقول لك النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبك تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. لو عندك اي مشكله او عندك اي سؤال هسيب لك تحت لينك الانستجرام، وطبعا الجروب اللي لسه قايل لك عليه. شوف الفيديو الجاي، سلام.